يا الله يا هلا، أنا ناطرة يتحسن دخلنا، ناطرة قطعة التياب يلي بحلم فيها اشتريها، ناطرة هيك يوم في تنقلب كل حياتي، بس ما بعرف شو الحل. بتعرفي ما كنت ابدا متوقعت لك هيك مستقبل. يعني انت كنتي احلى بنت بالشله، العيون كانت كتير كلها عليكي، بس انت رحتي حبيتي لي حسان. ايه حبيته. حبيتيه وتزوجتي الفقر والتعتير معه كمان. هلا أنا جاية مشان أسألك على شي. هذا شغل النت يلي أنت عم تشتغليه بيطلع مردود كتير ما؟ ايه بطلع مردود. طيب فيكي توصليني مع حدا يعني بركي بقدر ساعد جوزي وبيتي؟ بتعرفي مع مين لسه عم اتواصل واشتغل؟ مع مين؟ مع غيث. آه. كيف وشو أخباره؟ منيح، عم بتابع صورك على الفيس، وصارت أحواله فوق الريح، شركات وعقارات وسيارات ومال وجاه. شغلة وحدة بس ما تغيرت فيه، إنه لهلأ لساتك بباله. الله يقدم له الخير. أنا ست متزوجة هلا، ما لازم أفكر بشي. ايه بعرف. على كل حال هو تارك لك هدول معي لأنه بيعرف عن ظروفك السيئة. أنا حكيت له وحطيته بصورة الوضع. شو شايفتيني عم بشحد؟ رجعيهم. حطي عقلك براسك، بعرف إني مانك عم تشحدي، عم قلك هدول منه. بعدين يعني مو غلط كل شهر يجيكي هيك مبلغ. لا غلط، غلط إني معتبرتك رفيقتي وقاعدة عم فضفض لك وأحكي معك. خدي امسكي. هدي واسمعيني كتير منيح وفكري بكلامي، بعدين خدي القرار اللي بدك اياه. هذا المبلغ شوفي، حسبي، عدي، وكل شهر رح يجيكي مثله كمان، على اساس انك عم تشتغلي على النت. يعني علاقتك مع زوجك وولادك ما رح تتغير، ما في شي حيتغير عليكي، بالعكس امورك رح تصير للاحسن. اتركيني فكر. فكري وردي لي خبر. حاس حالي مكسر تكسير. يا عمري أنت بعرف إنك تعبان، وأنا والولاد كتير عم نشتاق لك مو شوي. الله يخلي لي اياكم، معلش فداكم التعب وفداكم كل الجهد. بعرف انه عم تحملوني كتير، بس الله بيشهد علي اني عم ببذل كل جهدي وكل طاقتي لحتى املكم مستلزماتكم. بعرف حبيبي. حسوني. هيك في موضوع لازم اقول لك اياه. رفيقتي هالة عرضت علي اشتغل انا وياها على الانترنت سوا. بس بصراحة انا هي هالة ما كتير برتاح لها. هلا شو بدك فيها؟ هو تسويق منتجات وانا قاعدة بالبيت وما في شي، بتسلى وبطلع مردود. طيب تركيني فكر. بتعرفي والله عم بشتاق لهم للأولاد، بروح بيكونوا بالمدرسة برجع بيكونوا نايمين، أنا طالع أشوفهم هن نايمين. ماشي حبيبي، غطيهم منيح. يا رب يوافق. هلا بصراحة يعني حسان عم يطلع على شغله والأولاد بالمدرسة، لقيت لحالي وقت مشان أطلع هالطلعة. هذا الكلام اللي بينسمع واللي عليه علامات. مع انه حسان يعني علي ما عم يلحق، عم يشتغل شغله شغلين يا دوب يعني. والله اذا بيشتغل 4 شغلات ما رح يلحق. ممكن اعرف انت شو مستفيدة من القصة؟ يعني شو بدي اقول لك، عم ساعدك، حاج تشكي وتبكي قدامي، بتضلك رفيقتي. بس ايه بس بعدين يعني عادي استفاد، ما انا رفيقتك. ايه، منظر المصاري كتير مغري للأمانة. ايه ما بينقلون لا، ما هيك؟ بس انا رح اقول لك لا، انا عندي بيت وعيلة كتير حلوين، وعندي زوج ما في منه، مخلص وعم يشتغل ليل نهار بس مشاني. مو معقول نام جنبه وضميري ماله مرتاح. خدي مصاريكي.
أنا ما فيني أقبلهم. عن إذنك. يعني شو بدي ساوي لك؟ غبية وبتضلك غبية.